إيقاف مباريات الدوري المحلي ربما تكون الفرصة أو الحل الأمثل الآن لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. مراسلنا عمرو جميل من القاهرة، شكرا لك. ومعنا من القاهرة المحلل والناقد الرياضي لطفي السقعان. أهلا بك سيد السقعان. يعني مهما كان الحدث رياضيا والنتيجة لا يمكن عزلها عن السياسة، في البداية كيف تقيم القرارات التي اتخذت اليوم بإقالة محافظ بورسعيد ومدير أمن المباحث وأيضا المسؤولين الأمنيين في بورسعيد؟ قرار رئيس الوزراء بقبول استقالة محافظ بورسعيد وليس إقالة محافظ بورسعيد، وحالة مدير أمن بورسعيد ومدير المباحث إلى التحقيق، وأيضا حالة اتحاد القرى وإحالته للتحقيق. كل هذه القرارات لا تكفي من رئيس الوزراء. كان من الأجدى أن يتم التحقيق مع الجهات المعنية بأصل القرار. هناك طرفان في الموضوع لم يتم إسناد لهما أي تهمة أو إحالتهم إلى التحقيق. مفترض أن هناك مدير الأمن الوطني ومدير الأمن القومي في فرع محافظة بورسعيد. كيف سمح الطرفان بإقامة هذه المباراة في ظل حالة التوهج بين الجماهير وحالة العنف المستمرة في ملاعب بورسعيد منذ 3 أسابيع في دوري كرة القدم، خصوصا مباراة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، وكانت شهدت بعض الخروجات الكبيرة وكانت بمثابة انذار. يعني أنت تميل إلى أن ما حدث ليس تقصيرا أمنيا بل إنه كان عملا مدبرا. واضح انه عمل مدبر. لما النهارده الجمهور يخرج يهتف ضد محافظه بورسعيد، وبكره الجمهور يخرج يهتف ضد محافظه اسكندريه ويهتف ضد محافظه دمياط، بقينا كلنا مفتتين وبنضرب في بعض. دي فتنه اكبر من انها مباراه. احنا قدام كارثه انسانيه لابد ان يختلف فيها نوع التعامل من القيادات اللي موجوده في الدوله، سواء المجلس العسكري او مجلس الوزراء. لابد ان يبقى في قرار افضل من كده. القرارات ضعيفه جدا ولا تتلائم مع طبيعه الحدث اللي احنا بنمر بيه. كنت اتمنى ان يبقى في وعي وفي يقظه وفي ضمير امام الكارثه. احنا بنتكلم عن 74 حاله وفاه في اقل من ساعه، و280 مصاب في أقل من ساعة. كيف يكون هذا؟ يعني هناك رمي بالعبء الكبير على الأجهزة الأمنية وشبه ربما إبعاد للمجلس العسكري وعن دوره في تأمين هذه المباراة. الكل يعرف دوره في تأمين الانتخابات، ولكن في هذه المرة لم يكن هناك ظهور ملحوظ للجيش في تأمين هذه المباراة. والجيش بيأمن من الخارج فقط المباريات حفاظا على الفريق الضيف، لكن في النهاية هو سايب مسألة تأمين المباريات لوزارة الداخلية. لكن وزارة الداخلية عندما تتولى قيادة أي مباراة أو تأمين أي مباراة لابد أن تخضع إلى تقريرين: تقرير الأمن الوطني اللي هو معروف في الماضي بأمن الدولة، والأمن القومي اللي هو المخابرات العامة، لأن لازم الجهتين يكونوا بيقدموا تقارير عن الحالة الأمنية في المحافظة اللي هيقام فيها المباراة. لكن واضح حتى هذه اللحظة لم يتطرق أحد إلى هاتين الجهتين، وكأنهما سقط تماما من حسبانهم. عندما اسقط اتحاد القرى واحيل التحقيق، امر احترمه. عندما تحيل مدير امن بورسعيد الى التحقيق احترمه، لكن ما هو المبرر في قبول استقاله محافظ بورسعيد؟ كيف اقبل استقاله ولا تكون اقاله ولا يحول الى التحقيق، وهو بمثابه رئيس جمهوريه في هذه المحافظه، لديه اختصاصات رئيس جمهوريه في هذه المحافظه؟ ازاي ان انا ما حاسبوش؟ طيب يعني اكيد حدث مثل هذا يطرح الكثير من الاسئله لدى الشارع المصري. اشكرك المحلل والناقد الرياضي لطفي السقعان، كنت معنا من القاهره. هذا وقد روى بعض جمهور الأهلي ما جرى في استاد بورسعيد، وطالب بعضهم بمحاسبة مدير الأمن نظرا لتقصيره في مهمة حماية